ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معلش لو طولت عليكم المرة دي، ولكن راجع بسلسلة حلقات مهمة جدا وهتغير تفكيرك نهائي. ولكن عايزك تركز وتفهم كويس ان السلسلة دي هتتكون من 8 حلقات، 2 كل اسبوع، وبإذن الله مع كل شهر هيبقى في سلسلة جديدة ومهمة جدا. فتعالى بقى احكي لك شوية عن السلسلة وعن الفيديو بتاع النهاردة. عمرك وقفت قدام حاجة كان نفسك تعملها وقلبك كل ما يتحط في موقف كان بيجري بس رجلك لأ؟ الغريب بقى إن 90% من الناس مش بتفشل، هي بس مش بتبدأ أصلا. طب وليه كل ده بيحصل؟ وإيه سر البداية اللي بتغير حياة ناس وبتعطل ناس كتير جدا؟ فتعالوا نحكي شوية ونتكلم شوية عن الموضوع ده. فعايزك بقى تسيب اللي في إيدك وتركز معايا، وتركز أوي في الكلام، وتعمل حاجة تشربها، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما احنا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. تعالوا بقى نبدأ بقصة البداية اللي عمرها ما حصلت أصلا. عارف الشخص اللي يقولك بقالي سنة عايز أبدأ جيم أو أتعلم حاجة أو أفتح مشروع، بس كل مرة تلاقيه واقف في نفس النقطة حتى لو مجهز نفسه بفيديوهات أو دفاتر أو حتى بالنوايا، بس أول خطوة بلأ. ومش حلو على فكرة. ومرة واحد صاحبي كان بيحكي لي إن عايز يبدأ قناة من سنتين، والأغرب إنه كان بيقول مستني الوقت الصح، بس محدش قاله إن الوقت الصح ده أسطورة وأكذوبة في مخيلته وبس. وعلم النفس بيقول إن العقل ساعات بيحميك بس من التغير حتى لو التغير ده لصالحك، لأنه بيخاف من المجهول. فأول خطوة مش قوة، أول خطوة اعتراف إنك مستعد تتغير شوية. وفي ناس بتقف مش عشان خايفة، الناس دي بتقف عشان شايفة عيون الناس قبل ما تشوف نفسها أصلا. كان في بنت أعرفها عايزة تبدأ مشروع صغير، وكل اللي حواليها يفضلوا يقولوا لها هيعيش، هتكسبي منه حاجة ده، وما في ناس كتيرة يا بنتي فشلت قبل كده، وكل ده وهي لسه ما بدأتش. المشكلة إن كلام الناس ساعات بيكسر الموتور قبل ما يشغله. وهنا بقى كلمة السر بجد، إن البداية مش محتاجة تسويق خالص، هي بس محتاجة قلب هادي يعرف إن الخطوة دي ليه هو مش للناس. فلما تبدأ عشان نفسك خطواتك بتبقى أخف من أي ضغط. وهنا نيجي للفة اللي محدش بياخد باله منها خالص، وإن البداية الحقيقية مش يوم ما تعمل أول حاجة، البداية الحقيقية لما تبطل تستنى الشيء المثالي. في واحد بدأ مشروع هو مش عارف يجمع جملة صح للعميل، وفي واحدة تانية بدأت تتمرن وهي لسه مش عارفة تكمل نص ساعة، لكنهم بدأوا. لأن البداية مش تمام البداية دلوقتي. والمفاجأة هنا إن 80% من الناس اللي بتقول مستني أجهز هما في الحقيقة بيهربوا من المواجهة. فلما تبطل تهرب الطريق اللي قدامك فجأة بيبقى أبسط بكتير. وعلم النفس بيقول إن العقل ساعات بيفضل الألم اللي متعود عليه عن التغير اللي مش عارفه يعني. عشان كده بتلاقي نفسك بتقول هبدأ بكرة، هبدأ بعد الامتحانات، هبدأ أول الشهر. لكن الحقيقة إن البداية بكرة هي مجرد طريقة ناعمة للهروب من النهاردة. والمضحك بقى إن أول خطوة مهما كانت صغيرة بتغير إحساسك بنفسك أسرع من أي كلام تحفيزي. فخطوة صغيرة صح أحسن من حلم كبير واقف. وهحكي لك قصة قصيرة كده بس واقعية جدا. شاب كان نفسه يبقى مونتير، قعد سنتين يتفرج على مونتاج غيره، لكن ما عملش ولا فيديو ليه، لحد ما في يوم فتح برنامج وقص أول فيديو كليب ليه، وعمل غلطات كتير جدا. بس في اللحظة دي لأول مرة كان بيبدأ فعلا، وبعد سنة وبقى بيشتغل في شغلانات كبيرة. اللي حابب أوصلهولك إن الغلطات اللي كان خايف يبدأ بسببها هي نفسها اللي صنعت الخبرة اللي عنده النهاردة، وده اللي ناس كتير بتستناه. فالغلطة اللي بتتعلم منها أهم من خطوة ما حصلتش أصلا على فكرة. وفي الآخر الناس مش بتتغير في يوم، لكن اليوم اللي بتبدأ فيه غالبا بيكون أهم من 6 شهور تفكير. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها وبس كده. وهنا بنيجي لنهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. متنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.